الوصفة اللي هنعملها النهاردة ممكن تعملوها بأي قطعة من الفراخ، سواء صدور، وراك، دبابيس، أي أجنحة براحتكم، اللي انتوا عايزينه، فراخ كاملة براحتكم. الوصفة دي اختراع. أنا هنا عندي الصفحات بتاعة الفراخ، يعني الورك من غير الدبوسة. تمام. هقطع الصفحة دي نصين بالسكينة كده، وممكن تسيبوها كاملة، بس أنا شخصيا بحبها قطع صغيرة عشان تبقى واصل لها الخلطة والصوص اللي احنا هنعمله. تمام. انا هي ممكن الفراخ تبقى مش متبله، يعني الفراخ بتبقى عادي ببقى جايباها مش متبلاها، بس عشان انا اصلا عاينه الفراخ عندي متبلاها تتبيله بيزك قوي عشان تبقى لايقه في كل حاجه، كل حاجه حرفيا بتليق عليها التتبيله دي. هكتبها لكم تحت الفيديو بالتفصيل ايه التتبيله اللي انا بتبل بيها كل الفراخ اللي بجيبها، وبعينها كده في الفريزر واطلعها، بتسهل عليا الطبخ وبتسهل عليا التتبيل وكل حاجه، وهي تتبيله بتليق على كل حاجه زي ما قلت لكم. تعالوا بقى نشوف هي خلاص انا كتبتها لكم تحت الفيديو، هتلاقوها. هنبدا بقى نقطع الفراخ زي ما قلت لكم 4/4 او نصين، على حسب حجم الفراخ عندكم، لو كبيره او صغيره. هقطعها واجي لكم. هنا كده قطعت الفراخ بتاعتي اهي، بصوا اتقطعت. هنبدا ان احنا ايه ننزلها على الجنب اللي هو ايه اللي فيه الجلد الاول. طبعا الفراخ متنضفه كويس جدا، الجزء اللي بيبقى فيه هنا دم جامد كده ده لازم يتشال، عشان ده سبب رئيسي واساسي من اسباب الفراخ تبقى زفره معاكم. اي جلد زياده طبعا هنشيله. طبعا عايزين تشوحوها في زيت او سمنه مفيش مشكله، انا هنا حاطه سمنه، حاجه صغيره خالص، سمنه صغيره خالص يعني مش كتير. والحله او الطاسه او الحاجه اللي انتوا بتعملوا فيها لازم تبقى على قد الفراخ، عشان التتبيله والصوص يبقوا على قدها بالظبط، وما ايه ما تتحرقش منكم، والتتبيله والخلطه اللي هنعملها تروح على الفاضي، تتبخر على الفاضي. هنبدا بقى في المرحله دي ان احنا نقلبها. اهم حاجه ان احنا لازم نشوحهم كويس قبل ما ايه، شايفين اللون؟ انا عايزه اوصل للون ده قبل ما نحط التتبيله ونكمل التسويه بتاعتها. خلاص هي كده وصلت معايا المرحله، انا عايزاها توصل المرحله دي. خلاص هجيب الكبد بقى في الاخر. محطتش الكبد في الاول عشان ما تتبهدلش مني في التشويح، فانا بسيب الكبده في الاخر. عايزه اقول لكم بتبقى خطيره. تمام، اديناها صدمه كده. تعالوا بقى اقول لكم هنعمل ايه. هنحتاج معلقه كده من الثوم المفروم. بصوا هنغسل دي كده عشان نقلب الاول كويس. بصوا انا مش هطلع، يعني مش هخلي الثوم يغير لون حتى، انا بس هخليه يسخن بس كده مع الدهون اللي نازله من الفراخ والسمنه اللي احنا حاطينها. شايفين لونه بس يغير معايا. نقلب كده كويس عشان ايه تاخد من بعضها. نرص الفراخ بتاعتنا، وهقول لكم بقى الخطوه بقى ايه هي معانا. خلاص كده تمام. هنحط ملح، نملح كويس.
هنملح بقى كويس ورشه من الفلفل الاسود، حاجه بسيطه قوي. والستار معانا النهارده، النجم معانا النهارده نص كوبايه من عصير الليمون. وايوه نص كوبايه يا جماعه من عصير الليمون. هننزل بيها كده على الفراخ بتاعتنا. انا مش هزود اي ميه ولا اي حاجه. تمام. اغطي الحله بتاعتي، هسيبها بس كده، اقلبها كده كويس. هغطي الحله بتاعتي على نار هاديه واسيبها بقى. ودوقوا احلى فراخ في الحياه. عارفين كباب الحله كده اللي هو باللحمه؟ دي كباب حله بقى بس بالثوم والليمون مع الفراخ. مش قادره اقول لكم الميكس ده خطير. دي من الوصفات اللي كنت باجي من المدرسه وانا صغيره ببقى شم ريحتها من على السلم وابقى فرحانه قوي وعارفه ماما طبخه ايه النهارده. عايزه اقول لكم اكله خطيره لازم تجربوها. بس انا مش هحتاج اكتر من كده. ههدي النار عليها، هي هتنزل الميه بتاعتها وترجع تشربها. عايزه اقول لكم تحفه. لو لقيتوها في النص نشفت معاكم وغيرت، يعني نشفت ومحتاجه شويه ميه، ممكن نزود لها ربع كوبايه ميه بس تبقى ايه، ربع بربع كده يعني. بس انا ما بزود لهاش اي حاجه. بس اوريها لكم بقى لما تخلص. انا عايزه اوريكم، شايفين انا عليت النار، انا كانت النار واطيه جدا، فشايفين كميه السوائل اللي نزلت؟ شايفين كل دي سوائل نزلت من الفراخ. بس انا مش محتاجه حاجه تانية اكتر من اللي انا قلت لكم عليه. انا ما زودتش اي ميه، قلت لكم على حسب انتم مشغلين النار يعني عاليه ولا نار هاديه. بس انا بشغلها نار هاديه خالص بحيث ان هي تنزل الميه بتاعتها. واول ما نزلت الميه بتاعتها خلاص هي دخلت على السوا. خلاص انا هقوم معليه النار بقى زي ما انتم شايفين كده، معليها ايه وسط، مش معليها برضو عاليه قوي. وهسيبها لغايه ما تشرب يعني يعتبر معظم الميه اللي موجوده فيها. بس هتبقى كده خلاص خلصت. شايفين كل دي سوائل نازله منها زي ما انتم شايفين كده. خلاص الصوص كله خلاص ما عادش فيها خالص غير شويه صوص صغيرين خالص. وايه، وحمرتها شويه كده، قلبتها على الناحيتين عشان تتحمر وتاخد الكرمله الخطيره دي. في المرحله دي بقى هنعمل ايه، هنحط لها فحميه كده. نحط لها ايه، فحميه كده عشان ايه، تديها تدخينه وطعم وريحه ما اقولكوش بقى. مش قادره اقول لكم الريحه ايه. باخد شويه كده من الصوص ده، انزل عليها كده واغطي. خلاص انا كده خلصت. دي بقى احلى واطعم وصفه فراخ ممكن تجربوها كلهم في صينيه واحده او طاسه واحده على البوتاجاز. مش تدخل الفرن وتطلع معاكم متكرمله ولونها كده، وكميه بقى طعامه ومزازه في اللحم نفسه. مش قادره اقول لكم تحفه ازاي. لازم تجربوها. تعالوا اوريكم اللحم من جوه عامل ايه. شايفين مستوي ودايب حرفيا وواصل له كل التتبيله. مش قادره اقول لكم تحفه ازاي.